السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هنشرح لحضراتكم إزاي تطبق دهان القطيفة. طبعا يا جماعة دهان القطيفة زي ما انتم شايفين عبارة عن دهان ديكوري بيعمل تأثيرات مختلفة بتبقى في مناطق فاتحة مناطق غامقة تماما زي القماش بتاع القطيفة. طبعا دهان القطيفة طريقة توضيبه طريقة سهلة جدا، لابد من استخدامها. نستخدم الرولة الصغيرة دي، نستخدم الماء. في البدايه طبعا الفرن بتاعتنا هتكون متاسسه بلاستيك مطفي. بعد البلاستيك المطفي هندهن وش خفيف من القطيفه نفس اللون او لون قريب. القطيفه اللي هنشتغلها هنبدا نطحن بشكل كامل. بعد لما نبدا نطحن طبعا هنبدا نطبق المنتج بتاعنا. ده دهن القطيفه يا جماعه. طبعا بيجي ابيض بتلونه باللون اللي انت عايزه. تمام. انا لون القطيفه بتاعتي النهارده بلون اصفر كملي، اصفر كمان اسف. هناخد طبعا الرولة نبدأ ندهن. حاول لما ندهن طبعا نخلي كل المناطق ندهنها متساوية. طبعا طريقة تطبيق المنتج سهلة جدا، ذات تأثيرات جميلة جدا. ممكن فيما بعد نحاول ترسم عليه مثلا ترسم ستنسل. ممكن إن شاء الله الدرس اللي جاي نشرح ازاي ترسم ستنسل على القطيفة. لا طبعا لما الآن دهن القطيفة زي ما انتم شايفين نستخدم الماء. نبدأ نشتغل حركات دائرية. طبعا انت مجرد ما تبدا تشتغل تعمل حركات دائريه تعملها هيبدا شكل القطيفه يظهر، يديك التاثيرات الفاتحه والغامقه. طبعا طريقه سهله جدا. ملحوظه طبعا يا جماعه، انت لو بتشتغل بالماء بص على الماء خلينا في المقرب جدا، دخل في جدا تشتغل حركات دائريه. كل حاجه تشتغل والعرض مفيش مشاكل، التاثير مختلف شويه. انا افضل ان انا اشتغل حركات دائريه علشان الشغل كله بدأ بنفس الطريقه. طبعا في البدايه تحس ان في مناطق عليك منطقه خفض، لكن بعد ما تشكل القطيفه كل ده راجع متساوي زي ما انتم شايفين. ده طبعا بالنسبه بالذات الطرف يعني مع خير في ناس قادمه ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.